ازيكم؟ وحشتوني. طيب مش تسألوا عليا؟ انا غبت بالي كام يوم، مش تسألوا عليا؟ لقيتوني اختفيت كده، ده انتوا حتى حبايبي. عملت لكم الستريبس بطريقة ايه؟ المطاعم، بالطريقة اللي بيعملوها في اكبر المطاعم. بص لونها، والله العظيم من غير فلتر. يلا نخش في الموضوع على طول. عندي الفراخ. غسلتها بس كده تحت الحنفية، وعلشان ما تشربش مية كتير، يعني ما تتنفخش كده وتبقى مليانة مية. وشلت اي دهون فيها وكل الحاجات الزيادات وكده والجلد وكده هشيلها. بعدين هقطعها زي ما انتوا عايزين. هتقطعوها بايه؟ هتقطعوها بالطول بالعرض براحتكم. عايزه اقول لكم ان ده كان الفطار بتاعي يوم الاثنين، اللي هو امبارح. مش احنا كنا صايمين، كل عام وانتم بخير. بسبب ايه؟ كنا صايمين صيام اول رجب. طبعا رمضان قرب وكده، فلازم ان احنا نجهز الوصفات الحلوه دي بقى دلوقتي، ويكون عندنا فكره عنها. المهم الوصفه دي عملتها، عجبت كل ده، خطيره خطيره. هنقطع كده. لو عايزينها القطعة مليانة شوية عادي هتقطعوها، و قطعة كبيرة انتوا بقى وايه ومزاجكم. بعد ما نقطعها هقول لكم هنعمل ايه. جبت هنا ميه، على حسب الكميه اللي عندك، يعني على حسب، يعني انا ممكن تحطي لتر، تحطي 2 لتر لو الستريبس كتير. هنحط فيهم معلقتين كبار او 3 معالق كبار سكر، ومعلقتين كبار ملح. يعني السكر، وهنحط سكر وملح وليمونه اهي زي ما انتوا شايفين معانا. وهحط خل. هحط كده ايه 4 معالق كده، 5 معالق خل. وهقلبهم. هو المحلول ده، الملح والسكر والخل والليمون، هيحوش كل الزفارة، وهتلاقوا كده المحلول بقى لونه ابيض بعد ما هنقعه. بعدين هجهز بقى ايه، هجهز التوابل اللي هعمل بيها الستريبس. يعني هوريكم. بصوا سبته حوالي ربع ساعة كده، يعني ربع ساعة. شايفين المية بقى لونها اصفر، بقى لونها ابيض. شالت كل حاجة عندنا، والفراخ بقت ايه، الستريبس بقى زي الفل ما شاء الله. عندنا ايه بقى في التوابل؟ عندنا بابريكا وكاري معلقة كبيرة، وفلفل اسود وكمون، وده حبهان مطحون، وملح، وتوم باودر، وبصل باودر. هي دي التوابل بس اللي هنستخدمها. هنعملهم كده مع بعض. استنى هوريكم، بس هنعمل خطوة. هحط ده المحلول اللي هنقع فيه الفراخ، اللي هتبلها فيه. لو عايزينه حار هنزود على المكونات اللي شفناها دي، هنزود عليها معلقة شطة حمرا كبيرة مفرومة وكبيرة، ما تكونش ايه يعني شطة مطحونة. هحط هنا اللبن. معلش كنت بتدلع شوية في اللبن، لاني كان في وش كده، وانا بحب الوش القشطة بتاع اللبن ده، فكنت عشان كده كنت بصفي اللبن من القشطة، يعني عشان اكلها بعدين. عصرت، لا ده خل، هحط خل على اللبن. وهحط ليمون. يعني دي ممكن ايه، شوية كده، شوية كتير خل، يعني ممكن 4 معالق او 5 كمان. وهحط ليمون، هعصر نص ليمونة. تمام. هسيبه معايا كده 5 دقايق، هبص الاقيه جمد حبة، لغاية لما اعمل التوابل. هقلب التوابل مع بعض، وهبص الاقيها إيه اللي هو مسك نفسه شوية اهو. هقلبهم مع بعض كويس. انا قلت لكم المكونات بتاعتها مش هتحتاج اي حاجة. وهجهز معايا هنا الدقيق اللي هعمل فيه الخلطة. هحط الدقيق، وركزوا معايا في الخطوة اللي جاية جدا جدا جدا.
اهو الدقيق هنزل بالكميه المناسبه، انتوا بقى عينكوا بقى تشوف قد اللي عندكوا، يعني كميه الستريبس. وهحط واحده فانيليا. اهم حاجه الفانيليا في اللي احنا بنعمله ده، هي اللي ما بتخليش فيه ريحه كده، ريحه زفاره ولا اي حاجه، بتخلي طعم الاكل تحفه. عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم الستريبس كان طعمه بصوا خرافي. وهحط معلقتين كبار نشا، يعني لو مش موجود نشا ممكن تحطوا معلقه بيكنج باودر، وهنقلبهم كده مع بعض كويس. ركزوا معانا كده، التوابل زي ما هي عندي، عملت الدقيق وعملت اللبن اللي سبته 5 دقايق. هحط بقى ايه، هحط نص التوابل على اللبن ده وهقلبه، والنص التاني هحطه فين، هحطه على الدقيق. بس اللبن ده اللي انا بقلبه هاخد منه كوبايه كده، علشان هحطها في حاجه في خطوه تانية جايه. يعني هقلبه كويس وهاخد منه كوبايه. اهي دي الكوبايه هاخدها وهشيلها على جنب. في خطوة مهمة جدا جدا انا نسيتها. الطبق اللي انا حاطه فيه المصفى ده، انا كسرت فيه بيضة واحدة، وحطيت فيه باقي التوابل. تمام. وحطيت فيه مية، يعني كوبايتين مية وباقي التوابل وبيضة واحدة، وضربتهم كويس جدا جدا. بعدين بقيت اشيل من الخلطة اللي انا نقعتها فيهم، واحط فيها، بصوا لونها تحفة. اشيل من الخلطة واحط في الدقيق، وبعدين اطلعهم على الخلطة اللي فيها البيضة دي، وارجعهم على الدقيق تاني. عايزة اقول لكم دي اخطر طريقة هتجربوها للستريبس. هعملها لكم، طبعا كان صيام ففي حتة وقعت مني وكده، لكن هعملها لكم بالتفصيل ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ان شاء الله تعملوا لي لايك، وتشجعوني كده ان انا استمر معاكم. هوريكم لونه دلوقتي، طبعا من غير اللي هو في الكفر كده اللي من بره ده، الكفر الفظيع ده. هوريه لكم والله العظيم بدون فلتر، تصويري بدون فلتر. شايفين؟ تحفة، وكان طعمه خرافي، التتبيلة كانت خرافية.